واش مستعدين تعيشوا ليله مختلفه، ليله كتجمع بين المتعه، التشويق وتاريخ جديد غادي تكتب في القاره السمراء؟ اليوم العيون ديال الملايين من عشاق الكره الافريقيه غادي تكون مركزه على العاصمه الرباط، اللي غادي تولي مسرح لافخم حدث كروي في السنه، حفل جوائز الكاف 2025. ليله النجوم فيها الاضواء وفيها اسماء مغربيه كتبحث على التتويج واحراج كبار افريقيا، الليله اللي ممكن يسمعوا فيها المغاربه هذيك الجمله اللي كتعجبنا كاملين: الفائز هو لاعب مغربي. حفل جوائز الكاف 2025 الحدث اللي ناضل عليه الجميع اليوم الاربعاء 19 نوفمبر 2025 ابتداء من الساعة 7 بتوقيت المغرب، 6 بتوقيت غرينتش. غادي تبدا رسميا فعاليات توزيع الجوائز اللي كيقدمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، واللي غادي يتم فيها تكريم افضل اللاعبين، المدربين، الاندية وحتى المنتخبات اللي تألقت طوال السنة الماضية. الرباط ماشي غير مدينة مضيفة، بل غادي تكون مركز للاهتمام ديال العالم الكروي الافريقي، وهذا الشيء بفضل البصمة القوية اللي ولات كيرسمها المغرب في المجال الرياضي في اخر السنوات. جائزة افضل لاعب في افريقيا 2025 صراع العمالقة. التنافس هنا ناري وكيجمع ثلاث اسماء كبار: محمد صلاح ليفربول من مصر، اشرف حكيمي باريس جيرمان من المغرب، فيكتور اوسيمين غالاتا سراي من نيجيريا. حكيمي دخل بقوه هذا العام، اداء خرافي في النادي والمنتخب ومرشح بقوه باش يكون اول مدافع مغربي يتوج بلقب لاعب السنه. صلاح كيظل اسم ثقيل ومرشح دائم، واوسيمين جايب قوه بعد موسم ممتاز. افضل حارس مرمى في افريقيا مغرب داير الهيمنه: ياسين بونو الهلال السعودي من المغرب، منير المحمدي نهضة بركان من المغرب، رونير ويليامز سانداوز من جنوب افريقيا. مغاربه مسيطرين بشكل واضح، ترشيحين من اصل ثلاثه. هذه الفئه ممكن جدا تكون مغربيه 100%. افضل لاعب داخل الانديه الافريقيه: اسامه المليوي نهضه بركان من المغرب، الرديف محمد الشيبي بيراميدز المصري من المغرب، فيستون مايلي بيراميدز المصري من الكونغو. ترشيحات قويه خصوصا من المغربي اسامه المليوي اللي بصم على موسم كبير. افضل مدرب في افريقيا 2025: محمد وهبي من منتخب المغرب تحت 20 سنه، وليد الركراكي منتخب المغرب الاول، بوبستا الراس الاخضر. الركراكي كيبقى احد ابرز الاسماء المرشحه خصوصا بالنتائج الكبيره اللي حققها، لكن حتى محمد وهبي دار ثوره في الفئات السنيه المغربيه. افضل لاعب شاب في افريقيا: عبد الله وزان اياكس من منتخب المغرب باقل 17 عام، عثمان معما واتفورد منتخب اقل من 20 عام، تايلور سميث جنوب افريقيا. المغرب حاضر بقوه باثنين من ثلاثه، دليل على قوه التكوين المغربي. افضل منتخب في افريقيا: منتخب المغرب الاول، منتخب المغرب تحت 20 سنه، منتخب الراس الاخضر. ترشيحين مغربيين ما كاينش اقوى من هكذا. افضل نادي في افريقيا: بيراميدز المصري، نهضة بركان المغربي، سانداوز الجنوب الافريقي. نهضة بركان المرشح الابرز خاصة بفضل مشواره القارئ القوي. افضل لاعبة في افريقيا: غزلان الشباك الهلال السعودي من المغرب، سلام سعودي الجيش الملكي من المغرب، رشيدات اجيبادي نيجيريا. مرة اخرى ترشيحين مغربيات عن جدارة واستحقاق. افضل حارسة مرمى: خديجة الرميشي من المغرب، شياماكا نانادوزي من نيجيريا، انديل دالاميني من جنوب افريقيا. الرميشي مرشحه بقوه خصوصا بالالقاب والانجازات اللي حققتها. افضل لاعبه شابه: ضحى المدني المغرب، اجينا داي السنغال، شاكرات موشود من نيجيريا. ضحى المدني واحده من اكبر المواهب الصاعده في القاره. افضل منتخب سيدات: المغرب، غانا، نيجيريا. المغرب قدم موسم كبير وقد يكون الاقرب للقب. اخر المتوجين بجائزه افضل لاعب في افريقيا 2024: اديمولا لوكمان من نيجيريا، 2023 فيكتور اوسيمين من نيجيريا، 2022 ساديو ماني من السنغال، 2019 ساديو ماني من السنغال، 2018 محمد صلاح من مصر. القائمه كتاكد سيطره غرب افريقيا. واش يتغير التاريخ في 2025؟ المغرب داخل بقوه غير مسبوقه في جوائز الكاف 2025، ترشيحات في كل فئه تقريبا، اداء كبير ونتائج استثنائيه. واليوم قد تكون ليلة تاريخية، ليلة ممكن المغرب يخرج منها بأكبر عدد من الجوائز في تاريخه. لايك، أبوني، ودمتم سالمين.